لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجمعية ولجمعية حي تنزار على كافة المجهودات التي تقوم بها هاتان الجمعيتان، لأن باش تجمع هذا النوع من البشر وفي هذا الوقت بالضبط راه صعيب. وكاين الناس اللي عمرنا ما شفناهم دابا وتلاقينا معهم، كيفاش غادي يتلقاو إلا ما؟ لأن احنا أبناء بلدة واحدة، أبناء هذه التربة، عشنا فقرها، عشنا غناها، ولكن ينبغي أن تستمر هذه الجمعية في عملها حتى تعطي نتائج أكثر، وجزاهم الله خيرا. مثلا إذا تحدثنا عن سيدي محمد الله الكرك، هو أول من تعلمت أنا بنفسي على يديه، جزاه الله خيرا، ثم على سيدي مبارك الحسن هيدا الحاج سيدي شرف، بل منا لا يعرفه، إنه أعمى ولكن بصره ليس أعمى، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. سيدي صالح إذا فقد بصره فلم يفقد بصيرته. سيدي عبد الملك القراق غني عن التعريف، وأولاده جزاهم الله خيرا وكلهم حاضرون معنا. سيدي عبد الله بن محمد، سيدي عبد الله معروف، وهو أول معلم في المزار، أول معلم، وأقول وأنا ثاني معلم بعد سيدي عبد الله في المزار. ثم جاءت أفواج أخرى، وهناك الآن كثيرون من المعلمين كلهم هنا، لتعرفوا أن المزار، ويسمى المزار، لماذا هذه الكلمة المزار؟ كان اللي ما كيعرفش شنو هو المزار باللغة العربية، المزار معنى أنه بلد كثير الزيارة، يزوره الناس كثيرا، فكل من أراد المرور إلى إنزقان يزور المزار، كل من أراد المرور من إنزقان إلى زنيت وشتوكا يمر من المزار ويبيت في المزار ولا يمس بأذى. هناك مثلا اللي كان نسمع احنا سقيف الجمال، أقروا الجمال، يبيت الإنسان هناك نائما ويزود بالطعام والمشرب فيصبح الصباح ثم يتابع طريقه إلى مكان الزيارة. لذلك المزار يسمى المزار لأنه كثير الزيارة من طرف الزوار، تفكير معروف، وهو زعيم طلبة المزار. ثم سيدي الحاج وولده موجود هنا، الحاج قصاد هو كذلك معروف، وقد قرأ القرآن على يد أخيه سيدي مبارك. ثم السي محمد علال، إذا وصلنا السي محمد علال وما أدراك من السي محمد علال، أنتم تعرفونه، إنسان متواضع، إنسان لا يتكبر، متواضع في ملبسه في مشربه، وهو إنسان يحبه الجميع ويحب الجميع ولا يمكن البغض لأحد، إنسان يمكن أن تجلس معه ولا تمل من حديثه، يزودك بكل ما تحتاج إليه من تحف، من شعر عربي، من شعر بربري، من كل شيء ومن نكات لا تمل منه إطلاقا، وهناك الناس يعرفون ونحن عصرنا. الحاج يحيى بن صورته معروفة، هو أكبر غنيين في أكادير، وهو ابن المزار، داره معروفة، وهو الذي وهب داره لكلية الشريعة، لتعرفوا مدى تعلق الناس بنشر العلم في هذا الوطن العزيز. نحن نعرفه والكل يعرفه، ولد الحاج. ثم الحاج احمد البونت، تعرفونه سيدي احمد رحمه الله عليه، وله اولاد، وهو انسان مساعد ويساعد الجمعيات بكل ما اوتي من مال. الحاج علوم بن بسلون، انسان جمعوي معروف، وهو عضو نشيط في الميدان الاجتماعي وصفه هو الاستقلال. الحاج الحسن بن محمد، الحاج الحسين بن محمد بن محمد ليلو، لأن الإخوان جابوا لي الصور ديال الأسماء ديال الناس اللي عرفوا الصور ديالهم التماية، وهو سيدي محمد إليلو تغمده الله برحمته. الحاج إبراهيم مبارك اللي سميته مبارك معروف، وهو زعيم طريقة النصيرية. الحاج بوجمع محمد
معروف، وأولاده متواجدون هنا وعائلته، وهو زعيم الطريقة التيجانية. المتقي أحمد بن حسين بن بشير تعوضه الله برحمته واسكنه فسيح جناني، وإخوانه موجودون هنا. المتقي كلهم معروف. السبراء بن المدني معلم تقاعد وقد توفي، وأبوه تعرفون المدني حسين المدني رحمة الله عليه. الحاج الحسن بن حماد الموريق كبار. الحاج أحمد محلة أكبر فلاح وأكبر منشط اجتماعي معروف، قد عاصرناه، وأولاده ما زالوا معروفين، ومن الآن في أكادير المدرسة الحسنية في أكادير. منير المدني كذلك طريقة القوية على ما أظن طريقة القوية، زعيم طريقة القوية، وقد غمض الله برحمته وأسكنه فسيح جناني. وهذه كلها شخصيات علقها الإخوان هنا لكي تتذكروا وتعرفوا وتقارنوا أن هناك شخصيات موجودة في المزار وماتت وتغمضها الله برحمته وأسكنها فسيح جناني. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وشكرا لكم على حضوركم.